ولو عايز بقى تدرب كلبك حراسة صح تابع الحلقة دي. ربنا جامد بجد. عشان نبقى متفقين بس من الاول احنا نلغي العضعضه عشان نبدا نبقى اصحاب. تعالوا نشوف بقى شخصيه الكلب، هل هو في الحراسه هيبقى عامل معانا ازاي؟ هل هو شخصيته تابع ولا قائم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حلقه جديده من قناة مستر هوجو، والنهاردة معايا فاير هنبتدي نطبق عليه المشاكل اللي بتقابل معظم الناس المربيين والغواة، زي مشكلة العضعضة، مشكلة العند، مشكلة عدم سماعان الكلام. ازاي هخلي الكلب يعمل حمام في المكان اللي انا عايزه من اول يوم، القوانين والحاجات الاساسية اللي لازم هتعملها مع كلبك في اول يوم ليه في البيت. تابع اللي جاي. الحلقة مهمة قوي، ركز في كل تفصيلة فيها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع فاير. بالمناسبة ده الجزء التاني من الحلقة اللي نزلت يوم الخميس، لو ما تابعتهاش خش تابعها عشان تفهم احنا بنعمل ايه. انا كنت عرفت فاير على التوي دي المرة اللي فاتت، هنا هبتدي اديله الاوردرات بيها. هو المرة اللي فاتت ما كانش ناوي يعمل كده، هنا الثقة بينا زادت اكتر مع ان ده كان في نفس اليوم. عمل سيت وداون زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى المكافأة ان انا هحركه شوية. ما شاء الله لو انت خدت بالك، لو انت شفت الحلقة اللي فاتت هتشوف فرق درايف الكلب على اللعبة من الربع ساعة اللي فاتت للربع ساعة دي. المرة دي اول لما عمل الراوند اللي ما كانش عارف يعملها المرة اللي فاتت اديتها له في جزء من الثانية. هنا بقول للكلب بديله امر انه يقعد، فقال لي لا انا عايز العب، قلت له لا اقعد. فقام عامل سيت وداون مع بعض مرة واحدة، فحبيت اعمل له تيست واختبر غريزة الحماية او الجارد عنده. بس هو طلع عبيط ومرحب جداني حضن كده، فلقيت ريحته جايبه اخر الشارع والدنيا مش الطف حاجه، فقلت همسكه بقى ايه اظبطه سبراي ريحته كويسه برضو، وفي نفس الوقت هيمنع انه يجيله اي حشره من اي مكان لو خدناه وخرجنا. انا هنا بعلم الكلب ان انا هلمس اي جزء في جسمك عادي ومش هينفع تعمل اي رد فعل، ولما يعمل رد فعل ويعضني دلوقتي هوريك هعمل معاه ايه. ركز. كده نقول اول لما الكلب مسك ابتديت اديله امر المنع. مش هينفع اعمل اخضاع لكلب، هيبقى كلب حراسة. لو عايز كلبك يبقى كلب حارس. الاخضاع ممنوع كليا، مفيش حاجة اسمها اخضاع لكلب الحراسة. في طرق تانية بديلة، لو انت مش عارف اللي هي بلاش تعملها، علشان هتيجي قدام تشتكي ان كلبك مش عايز يعض وكلبك شخصيته ضعيفة. بص احنا كده رشينا من الحشرات. تعالوا نشوف بقى شخصيه الكلب، هل هو في الحراسه هيبقى عامل معانا ازاي؟ هل هو شخصيته تابع ولا قائم؟ زي ما قلت لكم في الجزء الاولاني من الحلقه، انا هنا ما بدربش الكلب، انا بتعرف عليه، فبستغل كل غلطه بيعملها لان هو لازم يغلط عشان تعرف الغلطات. اوردر المنع بس مش فاهمه احسن حاجه. فتعالوا نتفق مع اتفاق ان انا لما هقول لا على حاجه هتبقى لا بصوره مبدئيه لحد ما نشرح مع بعض اوردر المنع ان شاء الله بالطريقه السليمه. هنا كلمه السر في الثبات. حذفت السبراي. هو اصلا السبراي شغله من بدري قوي، وابتديت امنعه بالكلام فقط. قلت بعد كده ابتديت ادخل لمسات خفيفة وبتفق معاه بالكلام، وبالتعزيز الايجابي بكافئ الكلب في الثانية المناسبة، وركز في الثانية المناسبة. انا مستني اشوفه لو جيت عصب عليا ايه اللي هيحصل. ما تعصبش، طلع مشغل دماغه، قام يعمل لي اول تيست بيحاول يمسك السبراي، سحبته مكانه، ولا سبراي ولا توي، انا ما قلتلكش. بحاول بقى احركه اوجهه واحفزه، لقيته التست ابتدى يروح على عضعضة. بعد كده ابتدى يمسك في الهدوم. هنا بدأت ارخم عليه سنة علشان اخد منه اعلى اجريشن، ده علشان امنعه كليا معايا انا مش مع الناس. عرفته ان انت لما بتدو جود او هتعمل اللي انا عايزه بالملي انا هكافئك وهتتبسط. بص هو كل مرة بيحاول يتست ويحاول يعض بالثبات. الثبات بيخلص كل حاجة. مش لازم تخدع الكلب وتكسر شخصيته. الكلب الحراسة بيتكسر شخصيته حتى لو انت اتعاملت من غير ألم ومن غير أذى، ما ينفعش. انا اخضعتك، يعني زي ما بيقولوها بالبلدي كده، كسرت عينك. فنصيحتي لكل الغواة وكل الناس اللي ممكن حد يجي يقول لهم تعالى هدرب لك كلبك، اوعى تجيب حد يعمل اخضاع لكلبك مهما كان. هوجو لقى الدلع طول فاتدخل، فقلت له تعالى يا هوجو، وبالمره هطمنكوا على هوجو.
بص استقبال الجار والهوجو عامل ازاي، وكمان شوية هوريكم هما في اول يوم استقروا على علاقة عاملة ازاي. اطمنكم على هوجو يا جماعه، الحمد لله نتيجه التحاليل طلعت النتائج كويسه، بس لسه في شويه تعب في المعده، وطلع بس في نقص شويه في الكالسيوم، فاحنا ان شاء الله هنشتغل على الكلام ده واطمنكم على هوجو واحده بواحده الايام الجايه. اللي هوجو بيعمله دوت هو بيحاول يفهمه ان هو مش عايز يلعب وهو مش هيقعد ابدا، واثق انه يا نو. والمعلم فاير الله اكبر عليه، شخصيه جباره، شخصيه رايح جبارة. فين؟ الحلقة ما بدأتش. فاير عنده 3 شهور ونص بالمناسبه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو، خليه يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عندك كلب ماستيف فيه مشاكل تابع الحلقات دي، الحلقات دي مهمه. اول حاجه هنعملها مع الكلب، تعالوا نشوف نعمل له تيست نشوف شخصيته، بيسمح نلمس جسمه، الكلب بيعض ولا لا. هو بيحاول يعضعض عضعضة البابي بس دي رخمه شويه. ركز في اللي جاي، الحلقة ما بدأتش، هوري لك هنلغي العضلات ازاي بطريقة علمية وعملية. يلا عشان بينا. نبقى متفقين بس من الاول احنا نلغي العضعضه عشان نبدا نبقى اصحاب. فاير هنا بيحاول يلفت نظري لأكتر من حاجة، فأنا هاخد منه أي حاجة هتشتته علشان أنا عايزه يركز معايا دقيقتين بس في الحبة اللي جايين، علشان هنعدل فيهم شوية حاجات. لما لقيته برضو بيعند سحبته من غير كوريكشن ورجعته مكانه. وبما اني خدت من الكلب الحاجات اللي لافته نظره، انا عمال اقول له ست، عمال اقول له اقعد يا ابني، تعالى كده تعالى كده، مفيش الكلام ده. بيقول لي هعضك، همسك الساعه، هرخم عليك اي رخامه، المهم ان انا مش هعمل اللي انت عايزه. بص انا هنا خدته مسكته من الطوق، ابتديت اكلمه كلام مباشر وعرفته ان انا قلت نو. بص لثبات ايدي والحركه وامتى نزلت تكافئ. ركز، الكلام ده مهم قوي. الكلب استجاب، عمل داون، رجع يتست تاني. قلت له فاكر اللعبه دي احسن من الروبوت، تعال هعلمك بيها حاجه. جاي يحرك الكلب، هو اللي عايز يروح يمسكها من الحبل، بمنعه، عضني. بيعض جامد، عضني جامد بجد. الشخصيه اللي انت شايفها دي هي شخصيه معظم كلاب الماستيف بريد. الكلب بيعض جامد ورافض السيطره عليه تماما، فالموضوع ده هياخد مننا شويه شغل. انا مبسوط من الشخصيه دي عموما. تعالوا نتابع اللي جاي، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ادخلوا شوفها ضروري. لو ما عملتش لايك اعمل لايك واعمل شير للفيديو. يعني الكلب ابتدى يستوعب بنسبة مش أعلى حاجة، بس فاير كلب ذكي جدا، شخصيته مميزة قوي، وهفضل أقولك الكلام ده في كل حلقة. هي طلب بمياصة. هنا هو راح شاور على اللعبة، وقلت له طب والله أنت اللي هتجيبه لنفسك. بص هيعمل إيه. الناس اللي متابعة قناة مستر هوجو عارفين إن أنا بستغل كل المواقف. فأنا هاخد الكلب هعليله مهارة التتبع أكتر برضو، وهخليه سويتش من اليمين للشمال وهكذا. وبعد كده هديله كذا راوند، لان الراوند دي الحركه الفطريه اللي بتخلي الكلب يعمل حمام. فانا بصوا هعمل ايه، هوجهه باكتر من راوند لحد ما هلاقيه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي هو هيروح على مكان عايز يعمل حمام. اسكت والله ابدا، انا هاخده بقى بسرعه في نفس الثانيه برضو، اوجهه على الكورنر بتاعي او البوتي كورنر. مش هقطع الفيديو، هوريكم ان هو عمل حمام في نفس المكان. انا بكافئ الكلب طبعا ان هو خلص. انا رايح اجيب الموبايل، للاسف ما كانش معايا حد يصور، فكنت حاطط الموبايل على الانبوبه. التويليت. برافو. برافو يا فاير. بص نظرات الكلب سبحان الله، يعني هو عارف، هو بيتحط في موقف محرج، راح على السبراي، راح على اللعبه، بيحاول يدارك كسوفه وهو لسه عامل حمام، فانا احرجته. فقلت لا خلاص احنا كفايه كده، ونطلع له هوجو ونشوف الموضوع وصل معاهم لحد فين، وهسيبكم انتوا اللي تقولوا لي. هوجو ابتدى يفكره، قال له يا ابني انا بفكرك بس مالكش دعوه بيا، انا تعبان سيبني في حالي. فاير هيروح، بص هيدي كام اشاره على ازازه السبراي، الكلام ده كله طبعا اللي معايا. يا اسطى هتبوظ منه؟ تجيب يشتكي لي. قلت له ماليش دعوه، حل مشاكلك. بص 1 2 3. هو هنا بيقول لي الهوجو 4. هيروح يقول للهوجو يا عم انا ريحتي زيك خلاص، واحنا المفروض نبقى اصحاب، قوم العب معايا. هو طبعا لو لسه عندك كلب ماستيف
تابع الحلقات دي، احنا هنبدا فيها مع فاير بكل العند بكل العض اللي عمال يعض فينا. يعني انا حاسس ان البيت بتاعه احنا اللي جايين ضيوف، مع ان هو لسه جاي ما كملش 10 دقايق. تابع اللي جاي، لو عمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب واعمل شير للفيديو، خليه يوصل لاكبر ناس وخلينا نقدر نفيد بعض. انا مدحت حسيني، دي قناه مستر هوجو، وورا الكاميرا دلوقتي هوجو وفاير بيشرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.